كبسة إلهام. ينفع إن الكل يعمل كبسة إلهام وأنا ما أعملش الكبسة بتاعت إلهام؟ دي حتى إلهام تزعل. شايفين المنظر؟ شايفين؟ بجد خطيرة وتحفة والريحة تجنن. يلا بينا نشوف الأكلة الجامدة دي هنعملها ازاي. حلة على النار فيها زيت، هننزل بمكعب من الزبدة، وبعد كده هيكون معانا بصلتين وسط مقطعينهم مكعبات أو جوليان على حسب ما تحبوا. هننزل بالبصل على طول كده في الزيت، ونبدأ نشوح البصل لغاية ما يحمر معانا. تمام كده. اول ما ياخد اللون ده على طول هننزل بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، وبعد كده هننزل بالبهارات. البهارات هتبقى عبارة عن ملح، معلقة صغيرة من الكاري والبهارات الكبسة ومرقة وقرفة وليمون وواحدتين من القرنفل ومكعب مرقة. هننزل بيهم على طول على البصل كده ونشوحهم، واول ما ريحة البهارات الجامدة دي تبدأ تظهر هننزل على طول باللحمة. معايا هنا نص كيلو من اللحمة. وابدأ اشوح اللحمة كويس مع البهارات الجامدة دي، وعايزاكم تشمولي الريحة بجد خطيرة. بعد كده هننزل بمعلقتين كبار من الصلصة، ومعايا عصير 4 وحدات من الطماطم. يدوم ضربتهم في الخلاط كده مع شوية مية، وعلى طول ننزل بيهم على اللحمة بالشكل ده. بعد كده ندي رشة سكر، وبعد كده هيكون معايا مية مغلية ننزل بيها على اللحمة. وبعد كده هنغطيها ونسيبها تستوي. طبعا انا حطاها في حلة الضغط، فاللحمة دي هتاخد معايا كده لمدة نص ساعة على النار يعني. فنغطيها ونسيبها زي ما قلت لكم علشان تستوي. ولغايه ما تستوي يلا بينا بقى نعمل احلى سلطه زبادي. معايا هنا كوبايتين من الزبادي وزنهم 160 جرام، ومعايا وحدتين من الخيار بشرناهم بالقشر. لو مش حابين القشر ممكن تشيلوا القشر. واهم حاجه لازم ما يكونش في الزبادي فيه ميه، ومصفيين برضو الخيار من الميه. بعد كده هننزل بفصين من التوم مفرومين، وبعد كده البهارات هتبقى عباره عن ملح، وما نكترش ملح لان الزبادي نفسه بيبقى حادق شويه، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ورشه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الخل. بعد كده نبدا نقلبهم مع بعض. وانا هنا حطيت يدوب نكهه نعناع ناشف، يعني يدوب طرف معلقه صغيره كده من النعناع الناشف. ولو عندك نعناع فريش خدي 3 4 ورقات كده من نعناع فريش، ما نكترش، ونخرطهم وننزل بيهم على الزبادي، ودي تبقى معاكي احلى سلطه زبادي. نحطها في التلاجة بقى لغايه ما نخلص باقي الوصفه. هنا كانت اللحمه بعد ما عدت عليها نص ساعه، هختبرها كده لقيت اللحمه استوت تماما. يلا بقى ننزل بالرز. معايا هنا 3 كوبايات من الرز بسمتي، غسلينهم وسيبناهم يتصفوا تماما من المية، مش بننقع الرز ولا اي حاجة. ننزل على طول بالرز في الصلصة، وبعد كده نظبط الملح، وبعد كده معانا قرنين من الفلفل الحامي ننزل بيهم بالشكل ده. وبعد كده هغطي الحلة واسيبها لغاية ما تشرب الصلصة دي، يعني لغايه ما الرز ما يشرب الصلصه بالشكل ده. بعد كده هننزل بكوبايه ونص من الميه المغليه، وطبعا نهدي النار خالص ونسيب الرز ده يستوي. هقفل هنا الحله واسيبهم لمده تلت ساعه كمان لغايه ما الرز ده ما يستوي. ويلا بقى نعمل احلى سلطه دقوس. معايا وحدتين من الطماطم، ربع ربطه كزبره، 4 فصوص توم، وقرن فلفل حامي هننزل بيهم في الكبه، مع ليمونه ومعلقتين كبار من الخل. وبعد كده هننزل بالملح والفلفل الاسود وربع كوباية مية، ونضربهم بقى كويس، ويبقى معاكي احلى سلطة دقوس هتعملوها بجد في البيت خطيرة. وعايزة اقول لكم جنب الكبسة بتبقى تحفة، شايفين لونها وقوامها خطيرة. وهنا سلطة الزبادي بعد ما طلعناها من التلاجة، يلا بقى نقدمها في طبق التقديم ونحط على وشها كده شوية زيت زيتون. خطيرة. وبصوا بقى تحفة بجد. ويلا بقى نشوف الكبسة بعد ما استوى الرز. يلا بقى نغرف ونشوف المنظر. شايفين اللون والرز المفلفل
وتعالوا بقى نشوف اللحمة ازاي مستوية. بصي هي طبعا سخنة، انا مش قادرة امسكها، بس بجد كانت خطيرة. بجد اللحمة كان طعمها تحفة، وشايفين ازاي مستوية. وتعالوا بقى نغرف الرز ونشوف شكله وقوامه وازاي مفلفل، بجد خطير. يعني بجد عايزة اقول لإلهام تسلم ايديكي إلهام، بجد وصفة خطيرة. يلا بقى تعالوا ندوق مع كده معلقة من الدقوس ونحطها على الكبسة، ويلا بقى دوقوا وشوفوا بقى الطعم. بجد اعملوا الوصفة دي يا جماعة، بجد خطيرة. وزي ما انتوا شايفين أكلة سهلة وبسيطة وكلها في حلة واحدة، يعني مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. وشايفين سلطة الزبادي خطيرة، بجد تحفة. وده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو هتشوفوني على اليوتيوب، وفولو لصفحة الفيسبوك. وياريت ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوة. باي باي.